السلام عليكم. مرحبا بالضيوف، ما نتحرمش منكم يا رب، ومصر يعلى شأنها بيكم إن شاء الله. هو بصراحة مجلس الشعب أصابني بالغم والهم، فاتليت نفسي قلت حاجة بسيطة كده، بقول له عسكري يقول لمجلس يا أصحابي كراسيكوا جت على الطبطابي، داخلية تكذب وحكومة تحابي، وعليكوا تخلوا الشعب يرضابي. متفقين طبعا ان يسقط العسكر. طب المشير عصابة بيقول له ايه؟ اسمح لي معاك اختلف، الجيش جيشنا والمجلس مختلف، الجيش اخويا وابني قصاد عدو ياما وقف، الجيش حامل حدود شجعان اسود كما عرف، اما انت يا مجلس تعالى شوف، لانت جواك مليان منك خوف، قدام ثوارنا يجمع صفوف ويطلق بارود خلاف ما حلف، في السجون صورنا هدف، ومكايده للثورة صبحت هدف، ولوزية ست البنات كشف، وسحل بناتنا وكذبه انكشف، عاوز يكتم الحق في صدورنا ويعملنا بكل كتر وصرف، يصيب ولادنا ويقتلهم، اظن مجلس اصابه الخرف، يقول بلطجية على سياده ولا يخجل ولا ينكسف، يضرب رصاص حي وخرطوش ويحدف خزف، وشيخ يقابل شهدانا في الجنة محلاها الصدف، وعيون توهب للوطن نورها كما الماس في الصدف، وبرضا يحيي الميدان كل المصابين وبحرارة هتف، وفي القصاص لينا حياة ويعلى الحق لما يتنصف، والمشير له عصابة لو حكمناها تلاقي الجيش نضف. كانوا بيحضروا الاحتفال عيد الثورة، والشهداء لسه دمهم ما بردش وحقهم لسه ما خدناهوش، فبنقول ويظل يقتلنا سؤال، ايه هي مجلس علامة الاحتفال على شهيد دمه سال، لا حقه يطال ولا فقره ينال، علامة الاحتفال والنائب العام والنظام لا يزال، علامة الاحتفال والنائب العام والنظام لا يزال، علامة الاحتفال بقتل الشباب وسحل البنات وقهر الرجال، علامة الاحتفال سامعهم بشهيد بتقول المشير هو المسؤول، المشير هو المسؤول، المشير وده كان مفلول، المشير وده كان مفلول، أولادك يا شهيد وأولادك يا شهيد، ثورة ثانية من جديد، ثورة ثانية من جديد.